حقوق القرابة أقرباؤك، أول ما تبدأ بإخوانك وأخواتك تحسن إليهم وتصفح عن مسيئهم، ولا تتتبع عثراتهم ولا تضيق عليهم ولا تشد عليهم. أخوك هو أخوك وأختك تصلها وتبرها، لا يصلهم منك إلا كل خير، وتحسن إليهم. لو سبوك وشتموك تصبر. قال يا رسول الله إن لي رحما أصلهم ويقطعونني، أعطيهم ويحرمونني. قال إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، أنت الكاسب وأنت الرابح. عامل الله عز وجل في قرابتك، واعلم أن القرابة أمرها عظيم، تؤذيك وتهينك وتذلك وتدخل الشر عليك في بعض الأحيان، ولكن اصبر واحتسب. وهذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم أوذي من قرابته، وقف على الناس على الصفا ودعا قريش فعمم فيها وخصص، فقال لهم قولوا لا إله إلا الله. فكان أول من تكلم عمه أبو لهب عليه لعنة الله، فقال له تبا لك ألهذا جمعتنا. فانظر كيف ابتلي الأنبياء بالقرابة، ومع ذلك صبروا واحتسبوا، فرفع الله عز وجل أقدارهم وعظم الله أجورهم. فاصبر واحتسب فإن العاقبة للمتقين. قرابتك تحسن إليهم، خاصة الأخ والأخت، مهما جاء من الأذية والإضرار تصبر وتزورهم وتسأل عن أحوالهم، وإن كانوا في حاجة قضيت حوائجهم، ولا تنتظر منهم أن يكافئوك. وإذا زرت أحدهم لا تنتظر منه أن يزورك. قال صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ. صلة الرحم ليست بالمقابلة، جاءني أجيه، ما جاني ما أجيه، زارني أزوره، إذا لم يزرني لا أزره، لا. إنما الواصل التام في صلته من يصل إذا قطعته الرحم، لأنه يريد وجه الله ويبتغي ما عند الله. كذلك أيضا الأعمام والعمات والأخوال والخالات، لا يمر عليك شهر إلا تصفحت هؤلاء القرابة ونظرت ما الذي فعلت لهم، لأن الله جعل لهم حقا عندك. قال صلى الله عليه وسلم من أحب منكم أن ينسأ له في أثره، وأن يبسط له في رزقه، وأن يزاد له في عمره، فليصل رحمه. فصلة الرحم مظنة البركة والخير، تحرص على صلة الرحم وعلى إدخال السرور إلى الرحم. ولا تسمع بواحد من أقربائك مريض إلا زرته، ولا ميتا إلا شيعته وترحمت عليه، ولا مديونا إلا فككت دينه إن كنت قادرا على ذلك. تحرص على أن تحسن إلى قرابتك.